والله العظيم عارفه ان كنت هلاقيكي قاعده هنا. هو ده المكان السري بتاع حضرتك. اهدي شويه. في ايه مالك؟ كويس انك عارفه لي مكان تلاقيني فيه. ما عندكيش اخت؟ ما عندكيش صاحبه تسالي عليها؟ تعرفي انا عملت ايه في شغلي؟ ده انا الدنيا قايمه قاعده عليا وانتي ولا الهوا. مشاكل ايه اللي عندك؟ انا عندي مشاكل بالعبط في الشغل. في الشغل؟ اقعدي طيب واحكي لي. اديني هقعد يا ستي. هحكي لك بقى. بصي يا ستي، انا عندي مشاكل كتيره جدا في الشغل، وناس عماله تطلع عايزه باي طريقه ان هي تبيني ان انا وحشه، مش مصدقيني ان انا كويسه. وفلان يجي يقول لي علان جه اتكلم عليكي، وعلان يجي يضربني في ظهري. انا بجد تعبت من كتر المشاكل دي، ده غير المشاكل اللي في البيت. مشاكل صعبه قوي والله يا دعاء. بس انا زهقت ونفسيتي بقت وحشه بسبب ان كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه. كعادتك لازم تقلصي. بصي يا ستي، المشاكل دي طالما بتحصل قدام عينك، كل المشاكل بتضغط عليكي لغايه لما تطلع شخصيتك وشخصيه اللي قدامك. يا سلام، ده ازاي بقى ان شاء الله؟ يعني بمعنى اصح، انت لما تيجي يتضغط عليكي انت بتلاقي نفسك بتفكري اكتر عشان خاطر تطلعي من اللي انت فيه وتحلي مشكلتك، سواء بالسلبي او بالايجابي. ففي كلا الحالات انت مستفيده منها. وبرده على النقيض، اللي بيدخل قدامك وبيعمل لك مشاكل، انت برده مستفيده عشان تعرفي شخصيه اللي قدامك وتعرفي اذا كنتي فعلا انت حاطاه في مكانه الصحيح ولا لا. ما هي المشاكل دي طبيعتها بتبين طبيعه البشر وطينتهم. انت زعلانه ليه؟ ما كل ده مشاكل طبيعيه. احنا في دنيا مش في جنه، هو ربنا قالها لنا وخلقناكم في كبد. دنيا مش جنه. افهمي بقى عشان انت تعبتيني شخصيا. طب انا حكيت مالي، انت مالك بقى؟ وبقالك فتره كبيره قوي على الوضع اللي انت فيه، على طول ساكته، ما بتحكيش، بتهربي. وكل ما اسال عليكي انا نايمه، ترجعي من الشغل برضه انا نايمه، اكلمك في تليفون مالكيش خلق، وعلى طول بتهربي لهنا. ما تحكي لي فيكي ايه؟ انا مفيش كلام هيوصف اللي انا حاسه بيه. الموضوع كله اني ما بقاش في كلام يريح. لما قلتلك على موضوع ان انت فيه ده حاجه كويسه جدا، والمشاكل دي حاجه طبيعيه بتطلع اللي جواكي وبتعرفك معدن اللي قدامك، ده ما كنتش بقلل من اللي انت فيه. انا كنت بعرفك ان وجعك ظاهر، تقدري تتعاملي معاه وتلمسيه. يعني ممكن تغيري شغلك، ممكن تقفي لاهلك وتعرفيهم ان اللي بيعملوه معاكي غلط، ممكن تفكري ازاي تبقي احسن. حاجات كتيره ممكن تحصل، بس اللي جوه ما يتلمس، هو بيتحس بس. بقولك ايه، انا ما بقتش فاهماكي الصراحه. كل ما بحاول ان انا افهمك واوصل للي انت عايزه تقوليه، بحسك انك غريبه وطريقتك صعبه قوي بصراحه. دايما بسمع الجمله دي من كل اللي حواليا، وبيكونوا اقرب الناس ليا، ان انا غريبه ومش مفهومه. واوقات كتير بيتقال عليا ان انا اوفر. والاول كنت بزعل الصراحه، بس دلوقتي ما بقتش بزعل، لان انا الوحيده اللي فاهمه نفسي، وانا الوحيده اللي اقدر اقيم انا حاسه بايه واللي جوايا ده ايه. بس للاسف مش عارفه اوصل لعلاج، لاني انا مش عارفه المس الوجع بايدي. فاهماني؟ انا فاهماكي. لما قلتلك ان انتي الموضوع معاكي حلو، مش عشان خاطر انتي اقل مني ولا احسن مني، بس عشان خاطر انتي عارفه تلمسي كل اللي وجعك، كل اللي مزعلك، كل اللي انتي غضبانه منه. انا للاسف مش عارفه المس ده ولا عارفه اتعامل معاه. وجع من جوه مخفي ما بيعلمهوش غير الله. بحاول ان انا اطلعه في سجده، بطلعه في قرآن، بطلعه في فرحه بقدمها لحد، في نصيحه ممكن اقدمها لحد تخليه احسن. بس الصراحه انا مش عارفه ابقى احسن. كل اللي انا عارفاه ان انا راضيه وبس. طب انتي حلك ايه؟
بصي، هو انا ما لقيتش لنفسي حل، لان اللي جوايا محدش يحس ولا يعرفه غيري، لان انا اللي مريت بيه، حتى لو اللي قدامي متفه منه. انا حلي الوحيد متر في متر وقماشة بيضة اتلف بيها، واللي بيحبوني يترحموا عليا، طبعا لما ربنا يريد.